اهلا. اهلا، السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. انا جودي، والنهارده الفيديو هيكون ديسكشن اكتر عن ازاي ان احنا نقدر نطور نفسنا في فتره الاجازه دي، سواء كنتوا طلاب اعدادي عايزين تدخلوا وبتحضروا عشان عايزين تدخلوا ستيم، او كنتوا طلاب مهتمين بالمنح داخل او خارج مصر، او عايزين تعملوا سي في وتطوروا من نفسكم. بس خليكم معايا. هنتكلم الاول عن لو كنتوا طلاب اعدادي وبتجهزوا لتقديمات ستيم. طبعا احنا عارفين انه في 4 امتحانات اللي هي امتحانات القبول، بتكون ماث وانجلش وساينس واي كيو، وطبعا ممكن تمتحنهم بالعربي عادي يعني. تمام. فاهم جزئيه عندنا واللي هو بيكون اكبر امتحان هو امتحان الاي كيو. تمام. انا صراحه مش فاكره، تقريبا هو 35 سؤال او حاجه زي كده. فدي الجزئيه الوحيده اللي انا اقدر افيد بيها دلوقتي، لانه بعدين في كورس بيكون اسمه سفير التفوق. ده الناس اللي هي عايزه تقدم على ستيم وكده. ده زي ما قلت، انا نسيت كنت بقول ايه. بندخل على سفير التفوق. ده بيكون زي تأهيل كده، بيديكوا الحاجات حرفيا. الامتحان مش بيطلع بره الملازم بتاعته. ده اللي انا شفته يعني على السنه اللي انا امتحنت فيها. تمام. اما بالنسبه للاي كيو نرجع نتكلم عنه تاني. ده المفروض ان انتوا هتجهزوا نفسكم من خلال حاجتين، وبرده الامتحان بيجي منهم بجزء كبير جدا. اول حاجه كتاب اسمه الدليل الكامل. تمام. ده كتاب اي كيو، وفي تقريبا 25 امتحان. الامتحانات دي بتحلوها والاجابات بتكون في الاخر يعني عشان تتشكوا كده. وتاني كتاب عندنا اسمه كتاب منسى، برضو ده كتاب اي كيو، بس الصراحه اللي انا برشحه اكتر او اللي انا حليت منه كان كتاب الدليل الكامل. خلصنا من جزئيه طلاب ثالثه اعدادي. هندخل بقى دلوقتي على طلاب الثانوي اللي عايزين منح سواء داخل او خارج مصر، اللي هي انا واحده منهم يعني. بس الموضوع صعب دولي عامه. المهم ده بيكون عن طريق كذا حاجه. اولهم هي الاكسترا كوريكولرز. تمام. ايه هي الاكسترا كوريكولرز دي بتكون انشطه او تطوعات يعني في تيمز او نزولات زي رساله. دي بتفيدنا في ايه؟ في ان احنا بناخد منها شهاده بنحطها في الاخر في السي في بتاعنا، عشان اكيد اي جامعه هتقدموا عليها سواء بره او جوه مصر بتسال عن لو عندك فولنتيرنج قبل كده، اكسبيرينس قبل كده يعني ولا لا. وطبعا لازم يكون عندك فولنتيرنج اكسبيرينس قبل كده. تمام. في كذا تيم ممكن ان انت تتطوع فيه، زي مثلا في تيم اسمه افق، وفي تيم اسمه رساله، في رساله ستيم وفي رساله العاديه. ستيم دي اكيد لطلاب ستيم يعني. وفي كمان بهاء. وفي برضو ممكن نزولات يعني ال 57 357 عشان يعني يفرحوا الاطفال وكده. دي من ضمن حاجات التطوع. في برضو تطوع في حاجات تانية مش لازم تكون اعمال خيريه، بس ممكن تكون مثلا يعني انا في تيم بنتطوع ان احنا نوفر لجريد 10 او الناس اللي هم الاصغر مننا بسنه في ستيم المواد الدراسيه او الماتيريالز اللي هم محتاجينها عشان يذاكروا منها. دي كده بالنسبه للتطوع. في عندنا برضو حاجه تانية، البروجرامز. تمام. البروجرامز دي بتكون حاجه مثلا اورجانيزيشن معينه منظماها، اورجانيزيشن معينه منظماها عشان لهدف معين. مثلا في بروجرام اسمه W2W او Women to Women. ده بيكون بروجرام يعني، بس ده بيتطلب سفر وكده. هو اكستشينج وبيعلم الومن ليدرشيب يعني او حاجه زي كده. في طبعا بروجرامز تانية كتير جدا ممكن ان انتوا تقدموا عليها. بيكون عاده في الجروبس اللي هي بتاعه المسابقات والبروجرامز، في حاجات كتير بتهتم ان هي تنزل الموضوع ده. تمام. ده كده بالنسبه لموضوع البروجرامز. عندنا اخر حاجه هي المسابقات. المسابقات برضو بتعتبر جزء كبير جدا جدا ومهم من السي في. تمام. في مسابقات كتيره بتفتح كل سنه، زي مثلا اي تريبل اي. في اي تريبل اي فيها كذا حاجه، زي اي تريبل اي زست، اي تريبل اي في اس اي تي واي سي تي. تمام. انا في اس اي تي حاليا. ايسف دي اعتقد الناس كلها عارفاها، برضو بتفتح من سنه لسنه. وفي كمان عندنا يو جي ار اف دي بتكون في جامعه النيل يعني، وهي برضو زي ايسف. وفي مسابقات كتير جدا 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 تانية، زي مثلا عندنا ام اي تي سولف
وايه تاني وذا ايرس بروجكت. الحاجات دي كلها بتفتح برضو من سنه لسنه، ومسابقات مهمه برضو للسي في. بس كده. واخر حاجه انصح بيها، لو مثلا الشخص ده عايز ان هو يدخل ستيم او يقدم على منحه جوه او بره مصر، لازم يكون عنده انجلش كويس جدا جدا جدا. تمام. طيب انا الانجليش عندي ضعيف، المفروض ان انا اعمل ايه؟ بسيطه. في عندنا برنامج على جوجل بلاي اسمه إلسا. تمام. إلسا ده ابلكيشن بيعلم الانجليش يعني ستيب باي ستيب. وفي عندنا كمان ممكن ان احنا نسمع اكستشينجز او conversation بتكون ما بين اتنين اجانب مثلا بيتكلموا، بحيث ان احنا نجمع اكبر حصيله من الكلمات او الفوكاب الجديده. في برضو عندنا بتكون زي قصص. تمام. ودي وسيله انا شخصيا بستخدمها. قصص بتكون يعني برضو في ابلكيشن، بنبدا ان احنا نفتح نقرا قصه ورا الثانيه ورا الثالثه، والكلمات الجديده اللي انا مش عارفاها ببدا ان انا اعمل عليها هايلايت واكتبها واعرف معناها. ودي يعني حاجه افكتيف جدا في موضوع ان احنا نعمل جروينج للانجليش بتاعنا. بس كده. مش عايز اطول عليكم الفيديو. دي اهم الحاجات اللي انا شايفاها يعني ان هي تخلي الواحد يطور من نفسه او كده. وحاجه اخيره، لو حد عايز يقدم على منح، الموضوع ده لسه مش هيفتح الا تقريبا شهر 8، وفي اوريدي جامعات فتحت التقديم بتاعها. بس في كام حاجه لازم ان هي تكون معاك يعني لو هتقدم. اول حاجه هي البيرسونال ستيتمنت. البيرسونال ستيتمنت دي حاجه انا بكتبها في الميجر المعين اللي انا عايزاه. يعني مثلا انا ميديسن، عايزه ميجر ميديسن فور اكزامبل، بكتب للجامعه دي ان انا مثلا كنت شغوفه بالميديسن مش عارفه من امتى، بحكي قصه حياتي. يعني هم عايزين يشوفوا البيرسوناليتي او الشخصيه بتاعتك مش اكتر. تمام. تاني حاجه دي بتكون درافت، يعني بنفضل ان احنا نكتبها ونبعتها لحد اللي هو الكونسلنج بتاع المدرسه يراجعها، وبنعدل على لو في اخطاء يعني بنبدا ان احنا نعدلها، او ساعات بنكتبها من جديد يعني. تمام. في كمان الريكومنديشن ليتر. الريكومنديشن ليتر دي بتكون من مدرس هو اللي بيكتبها للجامعه، وبيقول مثلا انه الشخص ده كويس ومتفوق دراسيا وبيعمل فولنتيرنج والكلام ده كله، والمفروض ان انتوا تاخدوه معاكم يعني في الجامعه عشان هو انسان يعني كويس وشاطر وكده. دي بتكون اصلا باتفاق يعني مع المدرسين. المفروض ان هي بتكون من المواد العلميه او الرياضيه على حسب الميجر. لو انت علمي علوم بتختار المواد العلميه، مثلا مدرسين البايو الجيو الحاجات دي هم اللي يكتبوه. ولو علم رياضه المدرسين الماث والميكا والفيزيكس هم برضو اللي يكتبوا الحاجات دي. تمام. ده كده بالنسبه للريكومنديشن ليتر. وطبعا اخر حاجه لازم تكون موجوده هي اس تي في. ده مش هقدر ان انا اتكلم عنه في الفيديو ده لان هو طويل جدا 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 جدا، بس باختصار شديد هو بيكون زي ملف او حاجه بتحط فيها الانجازات اللي انت عملتها. حرفيا كل حاجه عملتها في حاجه مختصره، ورقه واحده كده مختصره، بتكون بتتعمل من على كانفا، او يعني هي بيكون سوفت مش هارد. فبس كده. ده بالنسبه لفيديو النهارده. اتمنى ان اكون فدتكم باي حاجه. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.